السلام عليكم. الوورد مش بس للكتابة، ده في أدوات تصميم لو عرفت تستعملها صح مش هتحتاج تفتح الفوتوشوب علشان تعمل رسم توضيحي أو برواز شيك. النهاردة هنعرف ازاي نستعمل الأشكال شيبس والأيقونات ايكونز علشان نلفت نظر اللي بيقرأ وننظم معلوماتنا. بكل بساطة هنروح لقائمة insert نختارها، ومنها هنروح نختار شيبس ونختار الشكل اللي احنا حابينه. من هنا نختار الشكل اللي احنا محتاجين نرسمه. مثلا لو انا محتاج ارسم دايرة اختار اوفال، ومهم جدا وانا برسم اضغط على شيفت علشان اعمل شكل منتظم. هنا انا ضغط على شيفت وارسم، هنا هتطلع معايا دايرة. لو انا مضغطتش على شيفت ايه اللي هيحصل؟ اروح لإنسيرت ومنها نختار شيبس وبرضو نختار اوفال شيب، نشوف ايه اللي هيحصل. انا مش ضاغط على شيفت، شايف لما تعمل الشكل هيطلع معاك مستريح، هيتغير شكله تلقائيا. فعلشان كده ولو احتجت تعمله دايرة بالطريقة دي مش هتعرف، لازم تضغط على شيفت يكون دايرة. وكذلك برضو للمثلث عشان تعمل مثلث منتظم. تمام، انا مثلا دلوقتي محتاج اعمل شكل كأيقونة مثلا او للصفحة. تابع معايا ايه اللي بيحصل. هعمل كنترول سي كنترول في عشان اكرر الشكل كذا مرة. احدد الاشكال كلها اللي انا عايز اعمل لها الاينمنت في نفس المكان، اجيب دول وانا مثلا حابب لونهم يكون ابيض علشان يكون الشكل معقول، ومش هخلي ليهم اوتلاين. فمثلا انا حصلت على الشكل دوت وعايز استعمله في الملف بتاعي. اعمله ازاي؟ بكل بساطه لو انا جيت احرك هيتحرك ده لوحده. ارجع اعمل ازاي؟ اضغط على شيفت واحدد كل الاشكال. انا حددت كله، واعمل كليك يمين بالماوس رايت كليك واختار جروب. هنا بقى شكل واحد. الشكل ده اقدر احركه براحتي في اي مكان، ممكن استعمله اكتر من مرة. مثال تاني، ممكن مثلا اعمل محتاج مثلا اللوجو بتاع ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي مثلا. عملت انا الشكل دوت، اروح على شيب فورميت واظبط الشكل العرض المناسب، واروح على شيب فورميت واختار منها شيب فيل واختار نو فيل خليه فاضي، واروح بعدها على شيب اوتلاين ونختار هنا الويت نخليه سك، وبعدها اروح احدد اللون بتاع الاوتلاين اخليه اصفر. بكل بساطة انا عملت شعار ناشونال جيوغرافيك ابو ظبي. وفي استعمالات تانية تقدر تستعملها، وانا هسيبك تغوص مع التطبيق ورينا هتشتغل. وفي حاجات كتير ممكن تستعملها من شيبس دي. لو مثلا محتاج تعمل كيرف ممكن تستعمل دوت، بتعمل مثلا كيرف تضغط وتعمل كيرف ولما تخلص تضغط دبل كليك وتعمل مثلا ممكن تعمل عليه اسهم، وتعمل مثلا هنا بداية الحياة مثلا، وهنا في حتى الوقت الحالي والتطور وهكذا. وفي استعمالات كتير جدا ممكن تستعملها من خلال الوورد وتعمل شغل احترافي. دلوقتي مثلا لو انا اخترت الشكل دوت ومحتاج اغير في نقط محددة، اعمل ايه؟ اضغط كليك يمين على الشكل احدد الشكل، وكليك يمين على الشكل واروح اختار edit points دي، وهنا اقدر اتحكم في اي نقطة انا محتاجها واعمل شكل مختلف مثلا خاص بي. ودي ممكن تساعدك تتحكم في الزوايا والميلان مثلا. ممكن مثلا اكرر الشكل ده كنترول سي كنترول في والف الشكل كده.
مثلا اعتبر ان الشكل ده انا اللي عملته مثلا، واضغط احدد الشكل كده، واحدد ده، احدد الاثنين مع بعض، واضغط رايت كليك واعمل لهم جروب. كده انا عملت شكل جديد، والشكل ده هو الشكل بتاعي مثلا. وكده تقدر تبدع براحتك في البرنامج. انا مثلا هرسم مستطيل وحواف في نعم، ضغطت عشان ارسم مستطيل، انزل تحت. انا مثلا هرسم مستطيل هنا، انا رسمت مثلا المستطيل دوت، هروح هيظهر لي قائمه جديده اسمها شيب فورميت تظهر فوق، اضغط عليها ومنها هروح احدد اللون بتاع اللي هو يملى بيه، اللون اللي انا محتاجه. مثلا اخترت احمر، وهنا اختار لون الحواف مثلا اخترتها لونها اسمر. وكمان هنا في الحواف تقدر تنزل تحت وتروح على ويت، وهنا تتحكم في حجم الحواف، تكون سميكة صغيرة قد ايه زي ما تحب براحتك، او ما يكونش في حواف خالص نو اوتلاين. وكده اكون اتحكمت في لون الشكل والحواف بتاعت الشكل. ومن خلال شيب افكتس تقدر تضيف شادو، ان انت تعمل ظل للشكل بتاعك علشان تدي تأثير 3D زي ما تحب. مثلا كده ده يكون الشكل بالشكل ده. وممكن كمان تعمل تأثير جلو علشان يظهر فيه توهج حوالينه، مثلا بالشكل ده. مثلا كده. ولو انت حابب تغير اللون بكل بساطة تنزل على جلو وتنزل تختار مور جلو كولر وتحدد اللون اللي انت محتاجه. انا مثلا عملت الشكل دوت ومحتاج اكتب جواه، دي اسهل حاجة، بس اضغط كليك يمين رايت كليك وهيظهر لي قائمة اختار فيها add text، وهنا اكتب اللي انا محتاجه واحدد مثلا الكلام واتعامل معاه براحتي جدا. ازود حجم، اغير لون، تظليل، وهكذا. والميزة في كده ان الكلام هيكون مربوط بالشكل، تحرك الشكل الكلام مربوط بيه، فتتعامل براحتك، فده شيء جميل جدا. لو انت عندك نسخة وورد حديثة اوفيس 365 او 2019 واللي طالع، فانت عندك كنز اسمه ايكونز. دي مكتبة فيها الاف الرموز الجاهزة زي علامات الموبايل، طيارة، علامات النمو، عين، طفل، اي حاجة نفسك فيها. طب انا هنا اوصل للايقونات ازاي؟ بكل بساطة هطلع فوق اروح على تبويب انسان، ومنه هنروح على ايكونز، وهنا تظهر لي الايقونات واقدر اختار منها براحتي اللي انا محتاجه، وهتظهر معايا. وزي ما قلنا احسن حاجة فيها ان هي بتكون بصيغة SVG، يعني اقدر اكبر اصغر براحتي من غير ما تبكسل ولا حتى تقل الجودة بتاعتها. تحدد الشكل وتروح على جرافيكس فورمات، ومنها تختار اللون اللي انت محتاج تكون بيه، مثلا بسيط جميل جدا. بس في حته مهمه، وانت بتكبر وتصغر خليك ضغط على الشيفت عشان تحافظ على ابعاد الشكل، انما لو ما تضغطش على الشيفت هيعمل كده، لازم اتن ضاغط على الشيفت. الاشكال والايقونات دي هي بتدي روح للملف بتاعك. الحلقه الجايه هنقفل المرحله الاولى من الكورس بتاعنا بحاجه هتوفر عليك ساعات من التفكير والتصميم، وهي القوالب الجاهزه تمبليتس.